مع التطور اللي بقى يحصل الفترة دي للتليجرام والبوتات اللي بقت ناس بتبرمجها مخصوص عشان تحللك مشاكل كبيرة جدا في وقت قليل، بتوفر لك وقت ومجهود كبير. وده جزء جديد من سلسلة بوتات تليجرام مهمة جدا. فالنهاردة هنبتدي ان احنا نشرح 3 بوتات جداد، وهسيب لك لينك السلسلة دي في وصف الفيديو بحيث انك انت تشوف بوتات اكتر. والسلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة. اتمنى كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. يا ريت قبل ما نخش الموضوعنا النهارده تعمل لايك وكومنت للفيديو ده، وكمان تتابعني سواء بقى كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب. وخلينا نبدأ موضوعنا النهارده. بوت رقم 1 معايا بيقدم لك ميزة مهمة جدا. كلنا طبعا بنحب ان احنا نعمل اسامي اكونتات بشكل مختلف، بيبقى باسمنا برضو، ولكن شكل الفونت او نوع الخط مختلف. شكل الحاجات اللي بتبقى او الاشارات اللي بتبقى على الحروف. فكل دي حاجات بنبقى محتاجين ان احنا نعرف ازاي نجيبها منين عشان نعمل اكونت مختلف يلفت الانتباه، او نعمل اسمنا بشكل مختلف عموما. كمان بنستخدمها في بابجي وهكذا. عن طريق بوت ماجيك تكست بقدر ان انا بدوس على كلمة ستارت عادي جدا، وبعد كده ببتدي ان انا اكتب له الاسم بتاعي. بعد ما بكتب له اسمي في ثواني بسيطة بيبعت لي كل الانواع او كل الخطوط اللي ممكن تتعمل باسمي. وكمان بقدر ان انا احفظها عندي، اعمل لها نسخ، وبعد ما اعمل لها نسخ اقدر ان انا استخدمها في اي مكان عن طريق ان انا كوبي بيست او نسخ ولصق، بحيث ان انا استخدمها بشكل سهل. يعني مش هتحتاج انك انت تكتبها من اول وجديد او هكذا. بوت رقم 2 معايا، وانت مصمم او انت مصور وبتحتاج انك انت تدور على صور او عناصر جديدة تستخدمها في الصور بتاعتك عشان تبتدي الصورة بتاعتك تكتمل اكتر. فالبوت ده بيحل لك المشكلة دي، اللي هو بينج ايمج سيرش. بوت مميز جدا وسهل الاستخدام. بتدوس على كلمة ستارت، وبعد كده بتكتب في الشات اد بينج. تكتب اد بينج عادي جدا، وبعد كده بتروح كاتب اي كلمة انت عاوز تدور عليها. فانا مثلا في البداية كتبت كلمة سكاي، سما. ابتدى ان هو يجيب لي صور كتيرة للسما، اقدر ان انا اخد منها اي صورة. كتبت بعد كده دراجون اللي هو التنين، فابتدى ان هو برضو يجيب لي صور كتيرة. كتبت برشلونة عشان يبتدي ان انا اتفرج عليها. جاب لي المدينة في الاول، ولكن لما قللت الحروف لقيت ان هو جاب لي العلم بتاع النادي، وكمان صور للاعبين في النادي ذات نفسه. فقدرت ان انا اختار منهم اي صورة، واقدر ان انا اعمل لها سيف عندي على الموبايل. وكده اقدر ان انا استخدم عناصر كتيرة بشكل سهل جدا. هو شغال بشكل اوتوماتيك، يعني انت مش هتتعب في اي حاجة، ولا هو كمان هيوفر لك الحاجة في وقت قليل جدا، بدل ما انت تقعد تدور على جوجل او الحاجات دي. فهيوفي لك الغرض اللي انت عاوزه. بوت رقم 3 بقى، وهو للتسلية، خصوصا لو انت في شهر رمضان ومحتاج انك انت قاعد وقت فاضي بعد ما خلصت صلاة وقراءة قرآن، فقاعد فاضي مستني بس الفطار. فعن طريق البوت ده اللي هو جيمي بقدر ان انا بس بمجرد ما بتدوس ستارت، هو بس بيجيب لك انواع الالعاب. عاوز تلعبها مع صديق، عاوز تلعبها لوحدك، عاوز تلعبها مع اي حد تاني، براحتك. المهم ان انت بتختار النوع بتاعك. مثلا انا عايز العبها لوحدي. بعد كده بيعرض لي شوية انواع للالعاب، عاوزها رياضة، عاوزها ايه بالظبط. فانا اخترت مثلا رياضة، وبعد كده بيعرض لي اللعبة، بقدر ان انا بدخل عليها. وبس كده بقدر ان انا بقى اقعد العب اللعبة دي بشكل طويل جدا، احطم ارقام قياسية، واوصل لنتائج اعلى لحد ما ازهق والفطار يجي واقعد افطر. وبس كده هتلاقي لينكات كل البوتات اللي انا استخدمتها النهارده في وصف الفيديو عشان تستخدمها بشكل سهل. وكمان البحث عنها هيبقى اسهل لان هي بوتات اسمائها سهل. المهم، وهتلاقي كمان لينك السلسلة دي عشان تشوف بوتات اكتر. اتمنى انك انت تكون استفدت. متنساش بقى اللايك والمتابعة والكومنت. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.